ازيك الاخبار؟ الحمد لله. عرفينا بنفسك الاول. مريم عماد رابعة. دخلتي هندسه ازاي؟ كنت شهادة خطرية، شهادة معادلة عربية. ممكن تحكي لنا بقى الشهاده دي ايه نظامها؟ هي بالظبط. يعني أقدر أقول إن هي كانت مختلفة عن الثانوية هنا، إن هي كانت مسار 3 مسارات: مسار أدبي وعلمي وتكنولوجي. التكنولوجي ده كانت حاجة جديدة سنتنا، إحنا ما كانتش موجودة قبل كده، كان بس أدبي وعلمي. وعلمي ما كانش يعني مش متقسم علوم ورياضة. يعني سنة أنا الثانوية العامة المصرية كانت متقسمة، أعتقد دلوقتي مش متقسمة، صح؟ الثانوية العامة بقى لا، نظام جديد. صح؟ بقت علمي برضه بس يعني. بس السنة دي أنا كانت تقريبا لسه النظام هنا علمي ورياضة، بس أنا عندي كان علمي بس، فكنت باخد بقى طبعا المواد العلمية: رياضيات وكيمياء وأحياء وفيزياء. وما كانتش المواد متقسمة برضه زي هنا، يعني الرياضيات ما كانتش متقسمة زي أعتقد انتوا عندكم هنا بتبقى statistics متقسمة. dynamics. لا، احنا رياضيات بس، وكانت عبارة عن وحدات، ممكن تاخد وحدة تفاضل ووحدة تكامل. لكن الاستاتيكس دي أنا عمري ما خدتها في حياتي. ممكن تكون اتقالت معلومات كده في الفيزياء مثلا أو حاجة، صح؟ يعني ممكن تكون ليها علاقة بالفيزياء شوية، صح؟ المواد دي ما كنتوش بتختاروا منها حاجه زي النظام في مصر؟ كنا بنختار، كان بيسمى ان احنا المفروض نختار ماده اختياريه، بس طبعا ما فيش حاجه اسمها اختيار يعني، زي ما انت عارف يعني. كده. اختار يا حبيبي، عارف الفيديو انت ده. اه بالنسبه للنتيجه النهائيه، هل بتبقى 3 سنين ولا سنه ولا اخر سنه بس؟ اخر سنه بتبقى 3 سنين عادي، واخر سنه هي الشهاده الثانويه. هي اللي المجموع بتحدد التنسيق، هتدخل انهي كليه. المجموع كان بيحتاج قد ايه مثلا؟ احنا في الشهاده الخبريه سنه انا الهندسه كانت من 98 و وفان فاكت: طب من عندنا بياخد في 100 في بعض الجامعات 100%. لازم تبقى جايب 100%. الامتحان مره واحده ولا كذا مره زي؟ لا، بيبقى زي نظام عندنا هنا في الكلية، بيبقى واحد بعد الترم الأولاني وواحد بعد الترم التاني. بس مره واحده؟ لا، محاولة واحدة التاني- يعني؟ محاولة واحدة، صح. بالظبط. يعني انتوا من محاولة واحدة تجيب 98 ونص بالظبط. في المية من غير أعمال سنة وأكتيفيتيز والكلام ده؟ لا، من غير أعمل سنة فعلا الكلام ده كله. هو أقرب حاجة لثانوية عامة من نظام الفترة دي. اه طيب النظام نفسه كان فيه انواع مدارس مختلفه وواحده مختلفه عن الثانيه، ولا كلهم يعني مثلا كان الخاص غير الحكومه مثلا في قطر، ولا كل واحد؟ لا، ادام ثانويه عامه مش اي جي بقى والكلام ده كله، لا كلنا واحد. كلنا الامتحان لازم يبقى جاي من الوزاره، كلنا بيبقى واحد. اوكي. طيب وحتى المدارس المختصه، انا كنت في مدرسه خاصه، ما بنمتحنش في المدرسه، لازم نروح مدرسه حكوميه اللي كانت بتتعمل هنا في المدرسه الحكوميه مش نمتحن. يعني تعتبر شبه هنا شويه. تقريبا. شبه هنا ده هنا بالظبط. كله. الكونتنت نفسه بتاع المواد اه بقى زي ما انت قلت الرياضيات والاحياء والفيزياء كان عامل ازاي؟ ولما دخلت الكليه تعرفي مثلا تقارن بينهم، تقولي مثلا انت كنت عند سكيل كذا ودخلت لقيت الموضوع ايه ده؟ مش حاجه، ولا ما تقدريش تقولي حاجه زي كده؟ هو الجاب كان كبير، كان كبير جدا، ان انا عانيت جدا في اعدادي، زي ما قلت الاستاتيكا دي ما عمري ما عرفت هي ايه. لان زي ما انا قلت برضه الرياضيات كانت عباره عن تفاضل وتكامل بالنسبه لي بس. وبرضه مستوى ثانوي، تكامل مستوى ثانوي، احنا دخلنا في الكليه خدنا تكامل، بس طبعا مش في نفس المستوى ده، فبرضه في نفس الدرجات يعني المستوى الصعب. هل نوع تغيير البيئة نفسها من قطر لهنا في مصر كان برضو حاجة صعبة بالإضافة للمواد؟ اعتقد دي اكتر تقريبا حاجه كانت مؤثره اساسا في مستواي الاكاديمي، ان غير ان اعدادي اساسا بتبقى صدمه لوحدها. انا كنت بقابل صدمه تانية اللي هي اساسا ان انا عايش هنا، وانا بقالي 9 سنين ما عشتش اساسا في مصر خالص، والحياه مختلفه تماما بقى، يعني مفيش اساسا مقارنه تماما. إيه المشاكل الاجتماعية اللي واجهتك مع الدكاترة والطلاب؟ التعامل مثلا معاهم، حد كان بيقول حاجة؟ صراحه خالص يعني ما كانش حد بياخد باله اساسا، يعني انا ممكن يكون ما كنتش يعني ايه، ما بيجيش سيره ان انا شهاده اساسا مختلفه ثانويه عامه، لكن اعتقد لا، انا كنت بقول ان هي لو جه فرصه بقول ان انا قطريه، لكن ما حسيتش ان في اختلاف في التعامل، وما حسيتش ان في صعوبات برضه، يعني الصعوبات كانت بره الكليه، مش
طريقه العيشه نفسها مش في الكليه نفسها. يعني هي مواد جوه الكليه كان الحاجات الصعبه فيها قدرت ان انت تعديها عادي بسهوله والدنيا تمام فيها، ولا كان في مثلا حاجات معينه سهله وحاجات معينه انا خدتها، ولا ايه المستوى بتاعها؟ لا هي معظم الحاجات بجد مش شغلانه، يعني زي ما بقول لك التجمل بس. برضه حسيت ما فرقش معايا ان احنا واخدينها. هي اصل او يعني عاده اساسا الحاجات اللي انتوا بتاخدوها في ثانويه عامه الدكتور في اول محاضره يدخل يقول لك اصل دي مراجعه، وبعد كده الباقي كله بيبقى جديد اساسا، فحسيت برضه ما فيش فرق اللي هو الرابع يعني. طب انت ايه الحاجات اللي عملتيها عشان اعدادي تعدي معاك الدنيا بسهوله؟ خصوصا مع الفروقات الكبيره دي كمان، واعتقد ملاك في الفتره بتبقى بالعربي. صح. فبرضه حاجز اللغه العربي والانجلش كنت مع ايه بلس تعامل مع المواد كمان والاجابه الكبير اللي انت قلت ان هو كان موجود يعني. هو الحاجز بتاع اللغه ما فيش الحمد لله مشكله، لان انا كنت مهتمه باللغه. فده ما كانتش مشكله، المشكله كانت في المذاكره نفسها بتاعت المواد. ولحد دلوقتي المشكله دي بتقابلني ان انا اكتشفت لما كنت في الكليه ان طريقه المذاكره اللي احنا كنا بنذاكر فيها قبل كده عمرها ما هتنفع في الكليه. فطبعا انا بحس ان احنا كنا ساعتها يعني، او انا بقى كنت بذاكر الكلام، حل المسائل محتاجه تتحل، بدخل بحل بعرف احل. كان نظام تلقيني حاسه اكتر من هو ان انت بتفهم الكونسبت قوي 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 لدرجه ان انت ممكن تفهم اي حاجه ليها علاقه بالكونسبت. فلما دخلت الكليه لقيت لا، ان انا لازم ابقى فاهمه الكونسبت قوي 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 علشان ابقى فاهمه اي حاجه بعد كده هتتفهم، مش مجرد تلقين ان انا فهمت شويه فاقدر احل شويه فتمام الدنيا تمشي. طب ساعدك على ده ايه؟ بصراحه انا حاولت كذا حاجه، يعني حاولت الناس تقول ايه، كان طبعا في منازل ساعتها في اعدادي، وحاولت احضر المراجعات بس المحاولات دي طبعا فشلت. كنت بحل الملازم وكنت بحضر دروس المراجعه، لكن مفيش حاجه يعني مفيش حاجه سهلت الموضوع الصراحه. انا اساسا في اول ترم في اعدادي قبل اول امتحان مش عارفه كان فاضل تقريبا او حاجه، انا قررت الصبح انا مش هنزل الامتحان، مش هحضر ولا امتحان، مش امتحان ده بس، انا هاجل اعمل اي حاجه ان انا انزل الامتحانات دي. فبس يعني نزلت وكنت سايباها بقى كده، يعني انا هتسالني عملت ايه في الامتحانات دي هقول لك انا كنت رايحه اثبت وجودي وخلاص، يعني حقيقي يعني. فاي امتحان، وكان عدد كبير من الامتحانات بتاعتنا في اعدادي كانت تقريبا مالتيبل تشويس. كان بيبقى جزء مثلا لو رياضه، جزء الالجبرا مثلا والسوليد جيومتري ام سي كيو. ايوه، فالحاجات دي بقى ايه، انا كنت داخله بختار ايه بختاره خلاص، زي ما بقول لك انا بجد ما كانش فارق معايا حاجه، اي حاجه امتحان مش جايه اساسا يعني انا مش هحضر. لكن الجزء طبعا اللي بيبقى فيه كتابه ده اللي بسيبه، وسبحان الله نجحت. في الترم الاولاني سقطت استاتيكا، لان طبعا ده ما ينفعش اساسا زي كده بالظبط. والترم الثاني سقطت تجمع مهندس تحليل، لاني عمري في حياتي ما فهمت المهندس تحليل. فضلت يعني سقطاها التكامل الهندسه التحليليه. نجحت فيها الصيف اللي فات، يعني مع نتيجه الثالثه عرفت ان انا نجحت، والاستاتيكا قبلي. فانا يعني مش برضو من تاني محاوله انا نجحت، لا يعني تالت محاوله تقريبا. هل بعد ما عديت المشوار ده، هل لو كان في حاجه ممكن تعمليها في الوقت ده كانت هتسهل عليكي، ولا انت شايفه ان ده الطريق الوحيد؟ انا شايفه ان انا دخلت مش مستعده، يعني ما كانش حد قايل لي المفروض ان انا اغير طريقه مذاكرتي، او انا اعمل يعني زي ما بيقول ايه دكتور طارق ترايلز كده لطريقه المذاكره، واشوف ايه انهي حاجه هتنفع. فانا شايفه ان اللي كنت المفروض اعمله كان يبقى يحصل قبل الاعدادي مش في اعدادي نفسها، لان انا لو كنت دخلت باعدادي نفس الحاجه اللي انا دخلت فيها برضه قبل كده عمري ما كنت يعني مش متخيله ان كان اي حاجه تتغير، او كانت اعدادي هتبقى سهله يعني اسهل. اوكي، طب التجربه بتاعت الدروس تاني ليه حسيت ان الاستفاده منها ما كانتش كبيره او ما كانتش قوي؟ سواء حضرت المراجعات بتاعتها
المشكله تبقى عندي. يعني انا كنت بحضر وبفهم والدنيا بتبقى تمام وبروح حلو تمام. اللي انا معتقداه واللي انا اكتشفته برضه بسبب ان انا سقطت المواد اللي انا سقطتها دي كذا مره والمحاوله الثالثه هي اللي نجحت، ان انا بقى في حاجز نفسي اللي هو ان انا مش عارفه احل بغض النظر انا ذاكرت قد ايه فاهمه قد ايه انا مش عارفه احل. فحاسه انه مش هقدر انتقد الدروس قوي لان انا هي طبعا مش احسن حاجه طبعا اكيد. وانا ادركت اساسا وداعم راي دكاترتي او اساتذتنا يعني في ان المفروض الدروس دي اساسا غلط، يعني المفروض ما تبقاش موجوده يعني حتى لو هنقول في ناس بتبقى بتعاني ومحتاجه حد يساعدها، فاعتقد ده ما يتحلش برضه بالدروس خالص. طب انت شايف ده ممكن يتحل ازاي؟ او ايه الحلول؟ انت قلتي ان انت محتاجه تهيئي نفسك قبل ما تخشي عليه. شايفه الحل ليه علاقه بيكي اكتر وممكن كمان المنظومه نفسها تساهم في حاجه زي كده؟ ولو هتساهم ممكن تقترح ممكن تبقى ايه؟ والله انا سمعت حاجه ممكن حتى في كليات تانية في جامعة في قطر سمعت اصحابي اللي دخلوا هناك بيدوهم سنة تمهيدية. مش كورسات تمهيدية، سنة تمهيدية اللي هو بياخدوا حاجات كده مواد معينة الأول، بعد كده بقى يتخصصوا في التخصص بتاعهم أيا كان التخصص بتاعهم. سنة غير عادية. سنة غير أول تخصص. يعني هو يتخصص أو أول ما هو أصل صحيح اللي بكلمك عنه مش هندسة أساسا. بس اعتقد ممكن يكون برضو كده، يعني انا مش متاكده الصراحه في هندسه بيبقى الموضوع معقول ازاي، بس اللي اتقال لي تقريبا صيدله او حاجه او علاج طبيعي بيدوم سنه تمهيديه وشويه مواد كده الاول قبل ما يخش اول سنه. يعني انت قصدك ان هو غير اعدادي يبقى في حاجه تحاول تقرب شويه الجاب والمنتاليتي للتفكير في الاسئله بالظبط عشان تعرفي تكمبيت مع الشباب اللي موجودين في اعدادي. انا في رايي اساسا ان ال 12 سنه اللي فاتوا قبل الكليه بالنسبه لي كان ضياع وقت وهدرة للشباب. ده عشان كنت موجوده في قطر ولا لا عامه يعني انا ما بحبش نظام التعليم اللي هو 12 سنه عامه في اي حته ولا في قطر ولا في مصر، بحسه انه عبث. حاسه ان احنا ممكن نستفيد بال 12 سنه اكتر من اللي بيحصل ده. بس مش ممكن نستفيد منهم ازاي؟ والله زي ما انا قلت لك النظام التعليمي الحالي تلقين او يعني مش الحالي، الله اعلم اللي اتغير ده بيبقى شكله ازاي، بس انا قصدي لحد ما تلقين برضه لحد ما انا كنت معاصره يعني المناهج يعني بتاعت المدارس دي تلقين ما بيخلكش فرصه، يديك فرصه للابداع ان انت تبتكر حاجه تبقى ليك دماغ كده زي كبيره كده وتفكر بنفسك وتعمل حاجه مختلفه يعني. طب ليه في الاول انا عارف ان ده يكون عندنا بس اشمعنى هندسه بالتحديد؟ حلم الطفوله انت كنت شايف نفسك مهندسه من قبلها؟ بالظبط، يعني انا من وانا صغيره اي حد يسالني نفسي تبقي ايه اقول له مهندسه. كنت بصراحه كنت بقول كمان مهندسه معماريه، كنت بحب كمان تحديدا بس لحد ثالثه ثانوي في مهندس استاذ كان بيدينا رياضيات غير فكرتي شويه، خلاني اقلق من موضوع الهندسه المعماريه وفعلا غيرت رايي. هندسه كمبيوتر انا ما كنتش اعرف اساسا حاجه اسمها هندسه آلية اساسا. لما دخلت اعدادي خدنا المحاضره بتاعت الشهاده بتاعت الدكتور احمد جابر دي اللي خلتك تخش القسم. دي انت متخيل دي اللي خلتني عارفه في الكرتون لما اللمبه تنور كده فوق راس حد، انا ده اللي حصل لي في المحاضره بتاعت الدكتور احمد. حسيت ان هو ايه ده حاسه ان انا ممكن الاقي نفسي في حاجه زي كده. دخلت الكيمياء بعد اعدادي بالمجموعه بتاعتها؟ لا ودي حاجه انا شايفاها يعني من اكتر الحاجات اللي بحب افتكرها، ان انا مجموعي ما جاش كيمياء، مجموعي جه فلزات وعملت التماس وجالي كيمياء. فانا كنت كيمياء فرغباتي كانت اول حاجه كانت كيمياء، فده معناه ان هي كانت رغبتي بس هي ما كانتش. وفي نفس الوقت الواحد حاول وسعى وجت، مع ان كان في فرق حلو ما بين مجموعي، فده معناه ان مش ده اختياري بس، ده شكل يعني ربنا عايزني ابقى كيمياء فعلا. فدي من ضمن الحاجات الجميله جدا اللي انا بدات بيها السنين بتاعت التخصص اللي انا بحب دايما افتكرها. ايه النصيحه اللي توجهيها لاي حد جاي من قطر
يخش هندسه القاهره في كده؟ ده حاجه صعبه قوي يعني. صح. اصل انا يعني يعتبر انا بقيم نفسي ان انا فشلت في اعدادي، فشلت ازاي يعني. انا عديت بس الله اعلم ازاي حقيقي. حاجات مثلا كنت ماشيه في الطب دلوقتي بس ما شاء الله انا خلاص كام شهر باذن الله اتخرج. فحاجات انت عديت دلوقتي في القسم اللي هو ايه ده؟ طب ما انا طريقه تفكيري اتغيرت، طب ما انا شايف كذا، طب ما انا شايف كذا. الحاجات دي فاهم قصدي؟ حتى لو انت شايف مثلا ان هي مش ان انت مش 100% مثلا من وجهه نظرك نجحت مثلا في القسم او كده، لا حتى لو بنسبه بسيطه حاجات ساعدت ان انت تعلي نفسك. انت اكيد بتبص لاعدادي دلوقتي اللي هو انا احسن من اعدادي بكتير. صح. ايه بقى اللي شايفاه اتغير خلاكي تقول لنفسك مثلا لو كنت بصلها اللي هي في اعدادي انا احسن من اللي دلوقتي؟ اول حاجه مهمه بالنسبه لي ان انا كسرت الجانب النفسي، لان هو ده فعلا اللي كان مضطر. يعني حتى احنا دخلنا اولى، انا تقديري في اولى برضه كان مقبول، مع ان اولى ما كانتش صعبه للدرجه. ليه؟ لان بسبب برضه انا لسه الجانب النفسي بتاعي، الحاجز النفسي بتاعي اللي هو ان انا لا انا ما بعرفش حاجه، ايا كان بقى سهوله الموضوع انا ما بعرفش حاجه، ايا كان انا ذاكرت قد ايه فهمت قد ايه برضه مفيش فايده. ف شايف المهم الموضوع الحاجز النفسي نفسه. الحاجز النفسي وتمهيد قبل السنه، يعني انا كانت هتفرق معايا قوي. انا بالنسبه لي كتجربه شخصيه كانت هتفرق معايا جدا ان انا كنت فاهمه انا داخله على ايه. انا عارفه ان الهندسه صعبه، بس صعبه ازاي؟ صعبه لاي درجه مش عارفه واتعامل مع الصوره دي ازاي ما كنتش يعني متخيله او مكونه صوره. لو كنت مكونه صوره بهذه الطريقه فاقدر اكون صوره، طب اتعامل مع الصوره دي ازاي؟ اعتقد الدنيا كانت هتبقى اسهل شويه، وانا بقى جوه السنه نفسها اقدر بقى يعني اعلي شويه من مستوى التعامل الصح علشان اقدر اعدي باقل خسائر يعني. طب تعرفي لو انت مثلا دلوقتي محتاجه تمهيد تمهدي اللي هيشوف الفيديو ده اتفضل وداخل نفسك تمهدي له تقولي له الوضع عامل ازاي وخلي بالك من كذا، او ما تجريش ورا كذا او ما تعملش كذا او كده. صراحة حاسة إن هتبقى يعني أنا عامة في حياتي ما بحبش أنصح حد، لأن كل واحد بيبقى عايش بدماغ مختلفة، حياة مختلفة، أهداف مختلفة. فإن أنا أنصح حد دي بالنسبة لي حاجة كبيرة أوي، اللي هو يعني أنا ما أعرفش أنت بتفكر إزاي وعايش إزاي وعايز تعيش حياتك إزاي عشان أنصحك. أنا بقول رأيي. وفي رأيي في الموضوع ده برضه مش هيبقى قوي أو مدعوم، لأن أنا مريت بتجربة وحشة ومش عارفة أحلها إزاي. يعني أنا ما أعرفش لو انا في اعدادي تاني بنفس الحاله اللي انا دخلت بيها ما كنتش عارفه برضه هبقى اعمل ايه. يعني عدت التجربه دي برضه ما كنتش عارفه الاقي حل للمشكله اللي انا بواجهها. اللي داخل بقى جديد على اعدادي والله يعني بجد هبقى اقول رايي ضعيف جدا ان الكلام الاعتيادي الكليشيه اللي هو المذاكره اول باول، محدش يتخض من الصعوبة. فاكرين الفيديو بتاع في دكتور مشهور كده الله يرحمه تقريبا يعني متوفي، يقول لك ان اللي بيدخل الهندسه ده المفروض يطلق الحياه ومش عارف ايه. انا شايفه ان اعدادي محتاجه كده، مش هندسه، لا اعدادي بالذات يعني. اوكي. حاجه بقى ليه؟ من ناحيه ايه؟ خلال مشاهدك في الكليه نفسها في اعدادي لما لقيت الدنيا صعبه وانت مش عاوزه وصلت لمرحله انت مش عاوزه تروحي الامتحان حاسه؟ بص هو اساسا هما والدتي بالذات ما كانتش محفزه هندسه، كانت محفزه طب او طب اسنان الحاجات دي. قلت لها لا انا ماليش انا في القصه دي خالص. قلت لها بالنص كده انا ماليش تعامل مع بني ادمين. اصل طب يعني تعامل مع المريض ده اكتر حاجه انت بتقابلها في المهنه يعني، او ده شغلك يعني انت شغلك بني ادمين. لكن الهندسه طبعا مختلفه تماما يعني. انت بتتعامل، انا ما بقولش ان احنا ما بنتعاملش مع المريض بس مش شغلك بني ادمين. فقلت لها لا طبعا الكلام ده مش هينفع معايا خالص. فدخلت انا طبعا بسبب ان انا بقالي 9 سنين عايشه في قطر وهم كانوا لسه هناك. يعني انا كنت نوعا ما حاسه ان انا في غربه برضه يعني، ان انا في بلد يعني. لان اول مره اعيش من 9 سنين
هنا من غير اهلي، فانا بواجه كل حاجه حرفيا مع نفسي. يعني عارفه اللي هو الرماني في البحر وعيشي حياتك بقى انت، مش بقى اتصرفي ازاي كده. ف وبابا وماما الاثنين مالهمش في السكه دي خالص اساسا، فبرضه في نفس الوقت مش هيفهموا انا بواجه ايه في الكليه يعني ازاي. فهي صراحه اللي نزلتني الامتحان ساعتها والدتي، يعني قالت لي لا لازم تنزلي، يعني روحي حتى لو بتسقطي بسهوله. وده اللي حصل فعلا، وده اللي حصل طول فتره الامتحان ساعتها، يعني مش الامتحان ده بس. وعديت، وما زالت طبعا بتقول لي طيب وبابا كمان الصراحه يقول لي ما تجيش طب ليه مش عارفه ايه، لان انا الصراحه يعني بحب لما يكونوا عاملين تحليل ولا حاجه ابص عليها بقى واقول لها الدكتور قال ايه وقيم انا راي الدكتور والكلام ده، مع اني انا ما اعرفش يعني، بس ايه زي ما بيقولوا احنا بنحب ايه نشوف التفكير المنطقي ونقيم على اساسه ونشوف الدكتور ده بيتكلم الكلام كده منطقي ولا لا. فدايما كانوا لحد دلوقتي يقعدوا يقولوا لي انت دخلت طب ومش عارفه ايه وبتاع، قلت لهم لا انا بتكلم كده عشان انا هندسه بس. مشكور كمان جدا، ان شاء الله الفيديو يبقى مفيد لاي حد جاي حتى لو مدخل، بس فكره بس ان هو يحس ان حد يعني موجود وما شاء الله خلاص هيتخرج اهو، فالفكره في حد ذاتها جميله. مشكور ان انا شاركتك في الفيديو وبس.